هلا هلا هلا، السلام عليكم واهلا بيكم في الجزء الخامس من اليقين بالله. وحقكم عليا في اللي حصل امبارح، سامحوني ما تزعلوش مني. تعالوا بقى هقول لكم هنا بقى مربط الفرس كله. بعد ما جيت وجت والدتي اتوفت رحمه الله عليها يا رب، وبدات بقى الحلقه تتجق على رقبتي قوي. ولدرجه ان انا رحت لدكتوره امراض نفسيه، وبقت تديني علاج للاكتئاب. ايوه انا بقول الكلام ده ومش مكسوفه. وبعد كده بعد ما خدت العلاج حسيت ان انا بقيت كويسه شويه من كتر بقى الضغوطات والديون اللي عليا، وجت وفاه والدتي. والله زي ما بحكي لكم، ففكرت وقلت انا مش عايزه اخرج ولا اشتغل، انا هقعد انتبه للولاد وابدا اشتغل على الصفحه كويس، وكمان اشتغل في الاكل البيتي. فعلا الحمد لله بدات اجيب اكل بكميات بقى، وديب فريزر كان عندي الحمد لله. وقلت يا بنتي اعملي اكل بيتي وابدأي. ورحت بدأت اجيب اكل واعمل طواجن، ما شاء الله لا قوه الا بالله، لدرجه ان انا ما كنتش بلاحق على طلبات، وكنت بلغي اوردرات حرفيا على الانستجرام بالذات. كنت بلغي اوردرات، وفي ناس من الخليج كانوا بيجوا يشتروا. بس عايزه اقول لكم، واللي في المجال ده هتحس قوي بالكلمتين الحلوين دول بكل كده حب. الاكل الموضوع في الاكل البيتي مش مرهق، قاتل. لو ما كانش عندك فريق بيساعد واللي بيغسل مواعين، وكمان شقه غير شقتك، مشروع كده عاملاه، جايبه فريق معاكي ستات وبتشتغلي والدنيا تمام. طبعا عايزه اقول لكم انا كنت لوحدي، وكان معايا مساعده واحده، كانت ساعات تيجي وساعات ما تجيش على كم الاوردرات اللي كنت بطلعها. الحمد لله بدأت الدنيا تجيب مصاريفها معايا كويس، عشان ما نكرش فضل ربنا. يعني بقت المصاريف معايا كويس الحمد لله، والدنيا بقت تمام. على الاقل بدفع الجمعيه اللي انا كنت متدينه فيها بفلوس الحلق وكل الكلام ده كله. وجيت في يوم كنت اقف اكلم ربنا في الشباك بتاع الاوضه، فجيت في مره من كتر العياط بقى نازله اجيب الاكل بتاع الاوردرات، وكنت طالبه حاجات بالتليفون، كنت بجيب حاجات بكميات، شوالات بقى وقفاص بقى وحاجات من دي. فكنت نازله اجيب بقى الاكل وكده، وجيت وقفت في الشباك، فبصيت في السما كده زي ما كنت ببص على طول واكلمه كده. وكانت الادعيه بيني وبين ربنا كانت ارتجاليه كده، مش اللي هي من كتاب. فقلت له انت هتسيبني ولو قفلت كل البيبان دي؟ طب انا اروح اخبط على باب مين؟ يا رب ضاقت عليا الدنيا بما رحبت. وبقيت اشتكي بقلب، واليقين هنا كان ان ربنا رايد بكل خطوه بخطيها. جيت قبل ما انزل من باب الشقه، هاجر بنتي قالت لي ماما انا عايزه استحمى. قلت لها ده انا نازله اجيب الاكل والحاجه، ولما ارجع قالت لي لا يا ماما انا عايزه استحمى. وخدتها على الحمام، حميتها وكل حاجه، وقلت بقى اسرحها قبل شهرها ما ينشف واشوف يعني الدنيا. سرحتها وجيت بقى ايه اسرحها. هاتي الزيت من جوه من على التسريح، جابت لي الازازه فاضيه. هاتي البرطمان نصفي منه حبه عشان نحط في الازازه، لقيت البرطمان في المطبخ فاضي. رحت دهنت لها كريم على زيت زيتون، وقلت ايه ده الزيت بياخد 15 يوم، اقوم اعمله بالمره بسرعه قبل ما هنسى، انا بنسى كتير. طب يا بت ادام الموضوع كويس ما تفيدي الناس، انت كده ما صورتيش فيديو النهارده ونزلتيه على الصفحه، ما تصوري الفيديو يخمر 15 يوم. والله يا بنات انا كان في نيتي سبحانك يا رب ان انتوا تستفيدوا من الوصفه دي قسما بالله. وهاتي الوصفه علشان نعملها ويلا بينا. جبت الزيت وجبت الروزميري والاعشاب، الحمد لله كنت بجيبها بالربع كيلو، احطها في البيت عشان انا وهي بندهن منه والكلام ده. ورحت فاتحه الكاميرا قبلها، انا واقفه بكلم ربنا في الشباك بقول له هتسيبني. ورحت جايبه البرطمان وشغلت الكاميرا زي ما انا حطاها كده دلوقتي قدامكم والله. ورحت جبت الوصفه وعملتها،
رحت منزله الفيديو. طبعا ما مش قادره اقول لكم انا اساسا من كميه الخنقه اللي انا فيها والارهاق، رحت سبت الفيديو، حملته على التيك توك والانستجرام واليوتيوب والفيسبوك، ال4 منصات، ورحت سبته على رخامه المطبخ كده على البرطمانات، قلت ايه يحمل على الراوتر لغايه ما اجيب الحاجه واجي. كان عندي تليفون صغير بزراير كده خدته معايا عشان لو الولاد يحتاجوني يتصلوا بيا. ورحت نازله، جيت من بره ما بصيتش على التليفون. حد يا ولاد رن؟ قالوا لي لا يا ماما محدش رن. خدت التليفون حطيته على الشاحن بره ووقفت اعمل في الاكل. كان في اوردرات فطير مشلتت، فطير حادق بسجق وكده لازم تطلع بالليل، وجات المساعده اللي معايا وقعدنا اشتغلنا فطير 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 فطير، وطلعنا الكراتين كلها، وكانت الساعه جت 7:30 بالليل. وهلاقي لك التليفون ولا لكم التليفون كان الساعه 7:30 8 بالليل، رن 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 رن. قلت اخواتي وفي ناس صحابي يعني انا اعرفهم، ايوه السلام عليكم، اللي بيبعت على الواتس مبروك. فلقيت اخويا بيكلمني، ايه يا منى مبروك وبتاع مش عارف مبروك انت ما دخلتيش على الصفحه؟ قلت له ايه خدوها في ايه مبروك ايه؟ قال لي ايه ده انت ما دخلتيش؟ لا ادخلي بقى وخليها مفاجاه. انا نزلت الفيديو كان تقريبا بقاله 4 ساعات او تقريبا ما يقرب من 5 ساعات 6 ساعات، والله مش متذكره التوقيت بالظبط. وادخل على الفيديو بتاع الزيت على التيك توك الاقيه تقريبا 10 مليون مشاهده، طلع ترند على مستوى العالم العربي كله. على فكره الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، انا لما كنت عاملاها والله من باب الاستفاده. وادخل على الفيسبوك الاقي الفيديو بس بعدها بقى بالليل على الساعه 12 بالليل داخل في 18 مليون مشاهده. عايزه اقول لكم اللي هو انتي برجاء والحاح بتقولي له هو انت هتسيبني لفظا وبتفوضي امرك لله. ورحت جيت على تاني يوم 22 مليون مشاهده. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده دلوقتي 39 مليون مشاهده. هاتولي حد على السوشيال ميديا عنده فيديو على صفحته جايب 39 دلوقتي داخل في 40 مليون مشاهده على منصه واحده. على كل المنصات الارقام متفاوته ما بين 37 مليون 38 40 مليون متفاوته. وتبدا الدموع تنهن من عيني، اللي هو كنت في يوم من الايام بعيط فاللهم ابدل احزاننا فرح. فجيت بقى اللي هو انتي لسه، انا كنت فرحانه اني خلاص بقى اني بذلت مجهود كبير وعايزه اقول لكم في نقطه كمان وقعت مني، ان انا لما كنت بعمل الطواجن والاكل البيتي كنت بطلع قدام الكاميرا والله كنت بعمل الاكل اللي كنت بطلعه بفلوس واقول لكم في اول الفيديو اعمليها وما تشتريهاش مني. وفعلا كنتش بخفي عليكم معلومه، اطلع اعمل الطاجن الفطيره اقول لكم انا عملته بكذا وببيعه بكذا وعايزه تعمليها ما تشتريهاش مني. خلص موضوع الفيديو، والفيديو فعلا طلع بالطريقه دي. وتيجي بقى المفاجاه او زي ما يقولوا ايه المفاجاه الالهيه على التوالي. ما هو قالك ان مع العسر يسر، هو ما قالش بعد العسر فيه يسر، لا قالك ان مع العسر يسر، يعني العسر اللي انت فيه معاه يسر، فعشان كده تتفاجئي بيه. وده اللي حصل فعلا معايا. فكانت المفاجأة بقى بعد المرحلة ديت، وهي دي اللي هنسمعها في الجزء السادس بعد ما تحطي لايك اللي انت بتنسي تحطيه كل مرة ومشاركة للفيديو ده. ألقاكم على خير إذا كان في العمر بقية. دمتم في أمان الله.